escaped Karabakh from Armenia. I want to emphasize this. طيارتي اتلغت. Show them packs boy. Whoa. 1 2 3. احنا دلوقتي هنا في أذربيجان. ابتدينا بميدان الشهداء، عدينا على المسجد التركي. هنشوف اكتر من مكان النهارده بالليل شكلهم بقى عامل ازاي. ورانا هنا مبنى الشعلة هنحكي لكم عنه شويه. في كذا مكان هنشوفهم بالليل شكلهم بيختلف. وفي اخر اليوم هنروح نحتفل مع أذربيجان كلها بعيد الاستقلال الوطني لأذربيجان. فليم تاور او ابراج الشعلة، هم 3 ابراج جنب بعض معمولين، واحد طوله 180، واحد طوله 170، واحد طوله 160 او 165 متر. وطبعا علامة الشعلة بسبب ان الدولة اهم حاجة فيها هو صناعة الغاز الطبيعي والبترول. ده مجلس الشعب الأذربيجاني مبني بالظبط قدام ابراج الشعلة الأذربيجانية. ده هنا اسمه ميدان الشهداء، وده عاملينه تخليدا لذكرى الشهداء اللي ماتوا في الحرب اللي دامت كتير ما بين أذربيجان وأرمينيا. Yeah, after 30 years later, we escaped Karabakh from Armenia. I want to emphasize this point. We didn't occupy. We escaped our Karabakh territory from Armenia. Continue. وفي هنا قدام ميدان الشهداء والشعلة هدية جت من تركيا. الهدية دي هي مسجد على الطراز التركي. كمية الخضار في البلد غير طبيعي. احنا بنطلع من جنينة ندخل في جنينة، والجناين بجد حلوة. الجناين بجد حلوة، فيها دايما أماكن للناس تقعد، ومع ذلك مفيش هوملس كتير. أنا تقريبا ما شفتش هوملس خالص لحد دلوقتي. كل الجناين مبنية على الطراز الأوروبي كده، اللي هي سايبرس تريز في كل مكان. هنا متحف السجاد زي ما احنا شايفين على شكل سجادة ملفوفة، وسبب اختيار الديزاين ده هو رمزية السجاد في أذربيجان. وان المتحف كله بيحكي عن قصة تاريخ السجاد وأهميته في الثقافة الأذربيجانية. Azerbaijan is considered as transcontinental country because located in the crossroads of East and West, Asian side and Europe side. The majority in Asian side, little bit only near Georgia. في النهارده كونسرت، ناشونال كونسرت، عشان عيد الاستقلال الوطني بتاع أذربيجان. ده شكل المكان النهارده في ظهر المتحف بالظبط. طبعا الحظ لما بيلعب مع الواحد بيلعب مع الواحد. Ezel hocalık hocalık özel hocalık, güzel hocalık hocalık özel hocalık. دي عامة أكتر حاجة بحبها لما تسافر في أي مكان، إن أنا أشوف الحقيقة بتاعت البلد وحقيقة الشعب، مش بس الأماكن السياحية والأماكن اللي كل الناس بتروحها يعني من الآخر. وأعتقد إن أنتوا عشان كده أصلا بتتفرجوا عليا وبتحبوا الفايب اللي أنا ببقى متواجد فيها في البلد. محطة 20 يناير وسط البلد ومركز المواصلات زي ما قلنا. هنا كله بيجيب زباين بيملوا العربيات بتاعتهم. حمل واطلع يابا تجيبك، حمل واطلع. الناس قاعدة بتموت بعض على الحدود، وهنا قاعدين ولا في دماغهم، كله قاعد بيلعب طاولة في القهوة ولا كأن في حاجة بتحصل على الحدود. يعني الدنيا في العادي خالص كأننا مش موجودين. بس يا جماعة هنا الناس في مية البطيخ، الحكومة ما بتقولهمش أي حاجة. أنا بدخل أكتب أذربيجان إيران يقول لي تيك تريب تو إيران، فاهم؟ إيست أذربيجان يقول لي فيزيت مش عارف مين في إيست أذربيجان. الناس مش عارفة أي حاجة. يعني هم فاهمين إن في حاجة بتدور، بس إن هي بقى على الحدود عندنا تحت، وإن الناس بتقتل في بعض والدنيا مبهدلة. يعني مش واصل لهم الماجنتيود أو حجم الموضوع، مش واصل لهم بالظبط هنا. وده أنا شايفه غريب جدا. المهم يعني إن أنا دلوقتي محبوس هنا ومش عارف قاعد قد إيه، فبحاول إن أنا أستفيد أكتر إفادة ممكنة من الزنقة اللي أنا مزنوقها دي. وعلى العموم يعني الحمد لله على كل حاجة. مش محبوس في مكان وحش، مش محبوس في مكان يزهق.
فتمام، والناس عايشه حياتها ومش حاسس بالازمه قوي. بس اهم حاجه يعني ربنا ينصر اخواتنا في غزه، عشان اللي بيحصل دلوقتي هناك اقوى من اي وقت تاني. والميديا كلها طبعا متوجهه لايران. فاتمنى من قلبي ان الموضوع يخلص، ويخلص بسرعه، ويخلص على خير، ويا رب انصر غزه. بحاول ان انا اعمل احسن حاجه ممكنه يعني من اللي انا فيه ده. انا طيارتي اتكنسلت، انا كان المفروض اطير امبارح، والطياره بتاعتي اتكنسلت. شركه طيران ما رجعتليش، ما ردتش عليا، كلمتهم مرتين ثلاثه، قالوا لي تابع الويب سايت، لما يحصل حاجه هنقول لك. بصيت على الطيارات اللي ممكن تروح مسارات تانية من غير فيزا، بالنسبه لي ما عنديش غير اوبشن مصر على بيجاسوس ايرلاينز، وده هيبقى بعد اسبوع. فانا متخيل ان الطيران بتاعي هيحل مشكله قبل كده، فعشان كده ما حجزتش. بلس ان هي غاليه قوي، هي مثلا 4 اضعاف سعر الطياره اللي انا كنت جاي بيها، اللي هي كانت راوند. فدي اتجاه واحد و4 اضعاف السعر، فطبعا مش حابب ان انا اروح في التجربه دي. انا طيارتي اتلغت. طلعت من المطار على السفاره على طول. اول حاجه رحت قلت لهم ان انا الطياره بتاعتي اتلغت، وانا دلوقتي احتمال ابقى قاعد في البلد، انا مش عارف لحد امتى. اديتهم رقم تليفوني، عرفتهم الاوتيل اللي انا هبقى قاعد فيه، وخدت رقم عشان اتواصل معاهم بيه، فاقدر كل فتره اعرفهم لو غيرت مكان الاقامه بتاعي او في اي حاجه ايرجنت، حاله طارئه حصلت، اعرف ان انا اتواصل معاهم واعرفهم يعني مكاني. وبصراحه هم كانوا متعاونين، خدوا رقم التليفون وادوني رقم المترجم قوي، عشان كمان لو في اي مشاكل في الترجمه تقدر تكلم المترجم، يقدر ان هو يساعدك. ويلا اتمنى ان الموضوع يعدي على خير. كالعاده برضو بلاقي هيدن جيمز. لقيت بارك كده فيها البحيره دي، بارك ما فيهاش طبعا اجانب خالص، هي في حته سكنيه، مكان لذيذ. الناس بتيجي هنا تتمشى بالليل وبتاع في وسط الاسبوع رياضه. فشايف ناس كتير فشخ بتلعب كوره وفوت فولي وبتاع، فهدخل كده العب معاهم، اشوف الشباب حباب ولا مش حباب. بيرزعوا جامد. في غشم. بص، 1 2 ما biz Azerbaycan yok takviye vermiyoruz. Biz babdan böyle, bir de böyle. يلا سلام. السلام عليكم. جه من قدامي بيجري قاعد يتمنظر، راح واقع على وشه وقع بنت لذينه عشان يبطل منظره. اوكي؟ انا قررت ان انا هطلق على اذربيجان ان هي بلد قص ولزق، لان فيها متناقضات كتير قوي. بتشوف حاجات جنب بعض ما ينفعش اصلا ان انت تشوفها جنب بعض. شكل المباني، شكل الناس، شكل المدينه نفسها، العربيات، كل حاجه متناقضه. فانا سميتها بلد قص ولزق. طب انا لقيت نفسي في حديقه ما فيهاش اجانب، فكنت عايز اوريكم الحديقه، فبسال 2 على اسم الحديقه، فشاب قال لي انت عربي ها؟ قلت له انت اللي عربي ازاي اصلا؟ طبعا ده بياكد ان هنا الناس ميكس كلها، ما ينفعش تقول على حد ان هو من اذربيجان. هل تتفقوا معايا في ده؟ اكيد طبعا. الناس شكلها كل حاجه. هلا هون ما شاء الله يعني الاشكال بشكل عام بيعطيك على كذا دوله، يعني عندهم نوعا ما انترناشونال فيس، خاصه القريب على الاتراك والروس. صح، اشكال صح. حتى اتراك، روس، عرب، ايرانيين، يعني ما تفهمش هم ايه بالظبط. اتفضل يا حاج، يعني بص الحاج اللي معدي ده كده ما تفهمش ازاي. مرات بتشوفونا نحكي بلغتهم شوي كذا، بفكرونا حتى يعني انتم مو اذر، فبيستغربوا، فالوش يعني شبيه. ما ده حقيقي. طب قولوا لنا انتوا الاسامي ايه؟ اسمي محمد غسان. خالد الباشا. باكو بالنسبه لي مميزه بشكل كبير قوي، وده بسبب الامتزاج بتاع القديم والجديد مع بعض في المدينه، زائد ان الشعب عاداته وتقاليده قريبه قوي لينا ولكن بطريقه اوروبيه. طبعا الجو تحفه، الصيف برد، انا لابس بكم، فاتبسطت جدا بصراحه بالبلد، اتبسطت بالمدينه، ومتحمس جدا ان انا اعرف اكتر عنها في رحلات جايه.